من الأمراض اللي موجودة وبكثرة، الأمراض النفسية اللي إحنا بقينا فيها هي الغيبة. تعرفين أبسط حاجة بتعملها إيه لما تغتاب حد أو تتكلم على حد ويعرف بعد كده أنت كنت قاعد وواكل معاه عيش وملح ومأمن لك، ويبتدي بعد كده يعرف بعدين إن أنت قعدت تحلل كلامه وتنتقد كلامه وتتكلم عليه وحش. تعرف اللحظة دي هو بيفقد ثقته في الناس قد إيه؟ تعرف أنت بتعمله أزمة نفسية قد إيه؟ حاسس إن مش قادر يثق في عقله، مش قادر يختار، بيحس بالخيانة ويحس بالغدر. ده غير الطاقات السلبية أو الأفكار السلبية اللي بتقعد تجمعها أنت في عقلك عنه، كأنك بتشحنه، بتشحن ضده. وده طبعا نتيجة لغيرة، نتيجة لغضب، نتيجة إن أنت شايف نفسك أعلى من الناس. أكيد اللي بيختاب حد عمال على بطال هو واحد عاوز بس يقول أنا موجود. بس الفكرة بقى الناس اللي حواليك، اللي هما شاركوك في إن أنت تختاب حد أو ساعدوك أو سمعوك. في فرق خلّي بالك من الفضفضة، إن أنا باتكلّم عن حد ضايقني أو عمل معايا مشكلة، وفرق كبير أوي إن أنا أختابه إن أنا أقعد أطلّع عيوبه، أطلّع أسراره، إن أنا أدخل بيته. زمان كان في حاجة اسمها حرمة البيت، بقى في موضة جديدة كده إن إحنا ندخل بيوت الناس ونطلع نحلّل اللي فيها حلو ووِحِش وأقيّمه على مستواه الاجتماعي ومستواه المادي. قد إيه خلّينا من التصرفات دي ناس تبعد عن بعض وبيوت تقفل على نفسها عشان ممكن مش عاوزة تبين ظروفها الاجتماعية. تعالوا نشوف في القرآن الكريم قال إيه. ربنا في كتابه العزيز في سورة الحجرات آية 12: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الوصف ده كان أحسن وصف. تفتكر إن أنت قعدت تشتم فلان وفعلان وتتكلم عنهم، تفتكر هم بيحترموك؟ طب تفتكر هيأمنوا لك ولا بيعتبروك سيكة ناقل الكلام، حد ملوش ولا ملة ولا دين زي ما بيقولوا، ملكش أصل، عادي زي ما اتكلمت عليه تتكلم عليا؟ فده اللي بيشوفوا ان انت واكل لحم اخوك، على رأي الصعايدة عندنا واكل ناسك. فخلي بالك، ربنا وصف فعلا ده الوصف، وده الوصف اللي بيشوفه الناس. تخيل بقى انت وانت بعد ما بتغتابه فعلا لحمه ودمه على ايديك وشفايفك، ده منظرك الحقيقي. كان معاكم زينب.